جدعان الفيديو بيبوظ يا جدعان، والظروف كلها ضدنا. وانا لو معايا 100 جنيه دي ممكن اعمل بيها ايه في نهار رمضان؟ لو هتشرب وتاكل وتحل التحدي، انا معايا 100 جنيه ومعاه 100 جنيه، هنفتري كل واحد هيجيب الوجبه بتاعته وبعد كده نتجمع هنا نفطر مع بعض. احنا دلوقتي كده بص البلد كل واحد معاه 100 جنيه المفروض ياكل ويحل ويشرب، وتشوفوا انتوا في الاخر مين اللي كسب بال 100 جنيه كقيمه مقابل سعر. فيلا بينا بسرعه، يلا بينا. فاضل كده على الفطار المفروض بالظبط نص ساعه، فعايزين نلحق نفرتك ال 100 جنيه دي ناكل ونشرب ونحل بيها. فاول حاجه طبعا المفروض هلف دلوقتي على حد بيعمل اكل، ولكن انا كنت فاكر ان انا كنت بقلب قبل كده ولقيت ان مطعم سداد عامل وجبات للفطار، فندخل نشوف كده ايه كده العرض اللي ممكن نشتريه من سداد، ونشوف هنشتري العصير منين ونخلي التحليه في الاخر. طبعا يا جماعه انا مش عارف هو الناس اختفت في الشوارع ولا ايه، الشوارع حاسس انها رايقه. كنت بنزل في رمضان قبل كده ما كنتش بعرف اجيب حاجه، يعني مش عارف اجيب اي اكل، فانا بصراحه مش عارف هو ممكن ده عشان احنا في اول رمضان فالدنيا هاديه لسه، الناس معزومه والكلام ده كله، فمش عارف بصراحه، ما عنديش تفسير للحوار ده، بس ادينا بنلف ونتعامل يعني. لسه بصراحه مش لاقي مطعم سعره يكون كويس، واللي سعره كويس قافل، فانا مش لاقي بصراحه معدل الحوار ده. هو للاسف سداد قافل، معرفش ليه، معرفش اعمل ايه اصلا. انا كنت اصلا مجهز نفسي ان انا اجيب من سداد، فهنبدا كده نلف بقى وسط البلد نشوف ممكن نجيب ايه. المشكله ان حرفيا مفيش اي حد اصلا في الشارع ولا اي محلات فاتحه، انا ما اعرفش ليه برده، ممكن يكون بقى عشان اول يومين في رمضان الله اعلم، بس هنحاول نتصرف يعني، اكيد مش هنغلب يعني، فهنتصرف ونشوف هنعمل ايه. المفروض اصلا علميا ان انا اصلا ما لقيتش مطعم خالص فاتح غير جاد، والوحيد اللي عامل عروض عامل ربع فرخه ورك 75 جنيه جريل ومعاه رز ومكرونه وسلطه. هحاول بقى اجيبها وخلاص، وهجيب العصير، فشكلها جايه ما فيهاش تحليه ولسه هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. الساعه دلوقتي علميا هي 5:30 دي، انا مش عارف بقى يعني 5:30 3 دقايق كمان، فانا مش عارف صراحه احنا كده اصلا في امل ان احنا نلحق الفطار ولا لا. هنحاول ننجز عشان احنا نازلين متاخر، وكمان اتفاجئت ان كل المطاعم ما اعرفش ليه قافله، فهنخش دلوقتي كده على مطعم اخر ساعه ونشوف ايه الدنيا المنيو عنده بيتكلم بيقول ايه. المفروض جبت الوجبه بعد عناء، الدنيا زحمه موت جدا جدا، جبتها ب 75 جنيه. تعالوا بقى نجيب بسرعه الصوبيا ونشوف سويلم بيعمل ايه او جاب ايه. يلا بينا. دوب جبنا وجبه ربع فرخه دي عامله 60 جنيه، ف 60 جنيه شايفينها كويس اغلى فطار. وجبه ربع فرخه كده نفطر في الخفاف كده. المفروض دلوقتي بسرعه بقى نشوف هنحلي هنجيب ايه، خلصنا الصوبيا او نشوف هنحلي او هنشرب ايه بسرعه، عشان دلوقتي الساعه 6 الا ربع وفاضل ثلث ساعه حاجه زي كده، فيلا بينا بسرعه. لقيت محل اسمه عمر الدمشقي بيبيع الصوبيا ب 15 جنيه، فانا كده جبت ازاز الصوبيا ب 15 جنيه. طيب كده جبنا لنا واحده صوبيا من عند بلبن عامله 25 جنيه، ف يلا بينا. الحمد لله انجزنا، جبنا لنا واحده صوبيا كده، معانا الاكل بتاعنا والصوبيا، هنجيب بس ازازه ميه، يبقى احنا كده جايبين 60 و25 85 جنيه، يبقى انا كده لسه معايا 15 جنيه، ف 15 جنيه هجيب منها واحده ميه يبقى معايا 10 جنيه. يا جدعان الدنيا ايه اللي حصل لها يا جدعان؟ والله كانت حلوه وكل حاجه، بص قلبت رعد وبرق وهواء في كل مكان، وفي مطره بتندع دلوقتي. فالمهم يعني احنا جبنا الصوبيا وجبنا الوجبه بتاعتنا من جاد. اتصلت دلوقتي بسويلم قال لي ان هو عن كنافه وسبوسه، فانا رايح له دلوقتي كده واشوف هيتبقى معاه ايه بقى او عمل ايه وهيتبقى ايه النظام اصلا. انا في ضباب وفي حياه بتحصل، في حاجه هنا بتحصل. رحت عند كنافه بسبوسه لقيت ان هو لسه اوردر، خلاص يعني مفيش امل، خلاص هجيب كنافه بسبوسه. مش لاقي كشك يعني، مش لاقي كشك اجيب منه حتى ازازه ميه. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ البلد بيحصل فيها ايه كده؟ جبنا ازازه ميه الصوبيا الوجبه بتاعتنا كده بقى معانا 10 جنيه، لسه مش عارف اعمل ايه. ممكن بقى بعد ما نفطر بقى نجيب لنا حته نايتي، نجيب لنا اي حاجه. الفطار فاضل له 10 دقايق بالظبط، والمفروض هو قال لي ان هو عنده كنافه وسبوسه، وانا كده كله تمام، فاضل لي بس التحليه. ولكن التحليه ممكن عادي تيجي بعد الفطار بقى، مش مهم دلوقتي، نلحق بس احنا الفطار بتاعنا ونظبط التظابيط وناكل الاكل بتاع الحوارات. رمضان كريم يا رجاله. المفروض احنا كده وصلنا عند المفروض كنافه مسبوسه، وهو هناك اهو. جبت ايه يا زميل؟ عايز اقول لك جاد موت. انا اخر ساعه موت برضه، واخر الوجبه بصراحه. بتاع دلوقتي يا جدعان 7 و57 دقيقه، خلاص بالظبط 5 دقايق. فتعالوا كده على جنب بقى نحضر الدنيا، يلا بينا. يا جدعان كنا ماشيين والله العظيم يا جدعان، رمضان اهل الخير يا جدعان، ومصر كرم كل حاجه، الكلام الحلو بيتقال ده. المهم يعني كنا ماشيين واحد دقيقه 2 بس فاهمني، يبقى هنحط برده مع الوجبه تمام. انا واخد 3 بلحات برده و3 بلحات، ما هنفطر في الشارع النهارده. يلا بينا. في الشارع نصور في الشارع والسما ايه وعيابه. ايه اللي بس كده الكاميرا الاماميه ونوريهم. المفروض وجبتي ربع فرخه مع رز معاها عيش مع مخلل مع توميه، بعد كده جايب هنا الميه والصوبيا بتاعتي من اللبن. طبعا دي البس اللي بينا مديهم لنا، دي بقى وجبه فريق. المفروض انا كنت طالب وجبه فراخ 75 جنيه، بس شكله ده اتلخبط لان انا لقيت مديني مكرونه طحينه فراخ بالبطاطس بتاعتها وعيش، وجبت الصوبيا اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ب 15 جنيه، واتبقى معايا في الاخر 10 جنيه هنحل بيه. يا جدعان وسط البلد فاضيه، انا ما بشوفش المنظر ده خالص غير بالليل اصلا. وسط البلد فاضيه خالص. بص دلوقتي كده الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 6، خلاص فاضل 5 دقايق بالظبط ويقدم. وسط البلد فاضيه. فجأة فاجئتنا وبتمطر. بصوا احنا بنتغرق دلوقتي والله العظيم. احلى فطار ممكن تاخده في حياتك كلها والله العظيم روقان يعني، على حظنا والله العظيم. انا عايز اوريك بس كده شارع يعني، ده كده المفروض وسط البلد. بصوا يا جدعان الناحيه الثانيه يا جدعان، العب ده اخر الشارع، انا مش فاهم ازاي. الشارع ده عمره ما فضي اصلا، عمره ما فضي. اجواء جامده جدا.
فكره الرمضان والهدوء ده انا عايز اعقب دلوقتي، عايز اعقب كده ناقصنا بس ان احنا ممكن نحلي بس بس ممكن نحلي سوا بقى وخلاص عشان كل واحد بقى يشوف هيعمل ايه. بس كده خلاص. بس كده جدعان الفيديو الفيديو بيبوظ يا جدعان. الدنيا بص يا لهوي يا جدعان خربت خالص. خلاص خربت كده. خالص. كل واحد بقى معاه 10 جنيه يروح بيها بقى خلاص. بس كده خلاص بقى انا الفيديو باظ خلاص كده. عايز اقول لكم ان الدنيا بتنطر بغباء وفي رعد وبرق والدنيا اتغرقت في ثانيه والله. تاني يوم رمضان، تاني يوم رمضان بالاجواء العالميه دي. في بركه هنا، فكل واحد يروح بال 10 جنيه اللي معاه وخلاص. الفيديو وصل لحد هنا. اتعشت كده خلاص. عمرها تحصل اصلا ان احنا ما نكملش التحدي بتاعنا. خلاص كده جو ظروف طبيعيه خلاص ادينا خلاص كده. بس برضه اكتبوا لنا برضه مين برضه لحد دلوقتي برضه اللي هو ايه ها مين اللي كسب كده كده على 10 جنيه يعني. فبس كده كانت الفيديو اللي عجبك ما تنساش تعمل لايك في البيج وهسيب لكم صفحه لينك تحت كده تخش تعملوا فولو وكل سنه وانتم طيبين والظروف كلها ضدنا. سلام.